السلام عليكم. تعالوا يا ولاد اقول لكم على طريقه الكرشه. طبعا بتذبحهم وبيطلع من عندكم الكرشه والممبار ومتبقوش عارفين تعملوا فيها ايه، والبنات الفرافير اللي بتقول ياي ولا ومش عارف ايه، وهي بتتباع غاليه في المطاعم. هاتي الكرشه كده ونضفيها واغسليها كويس. هاتي ميه مغليه نزلي الكرشه فيها مع فصين من التوم وشويه كزبره او بقدونس واغلوهم حلو كده لحد ما يستووا. هاتي بصل شرايح وشوحيه في معلقه من الزيت وحطي عليهم فلفل الوان وملح وفلفل اسود ومرقة دجاج وفصين من التوم وسووهم كده وحلو مع بعضهم، وقطعي الكرشة طرنشات أو مكعبات وحطهم يستووا كده مع بعض على النار الأول، وبعد ما يستووا حطهم في صينية في تحت الشواية في الفرن ياخدوا لون حلو كده. طبعا معلش الفيديو اتقطع معايا، في فيديو كده اتمسح، بس أنا برضو حبيت إن أنا أنزله لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع شوية رز متحمرين زي ما انتوا شايفينهم في الفيديو كده وحتة سلطة وشوية بطاطس محمرين، وقدموهم بالشكل وبالطريقة دي. ولادك يعني هتعجب ولادك وهيفرحوا بيها. وما تنسوش اللايك والشير.